السلام عليكم. اهلا بكم في حلقه جديده من حلقات قناتنا وقناتكم قناه المراجع المصري للمحاسب القانوني محمد صفوت. ان شاء الله هنتكلم النهارده على التعليمات الجديده اللي نزلت من مصلحه الضرائب بخصوص موضوع قانون 5 لسنه 2025. والتعليمات ديت هي التعليمات رقم 17 لسنه 2025. التعليمات دي نازله بشان بعض القواعد والضوابط اللازمه لتطبيق احكام قوانين مبادره التسهيلات. قال لك ايه؟ اول حاجه هتشوفوا معانا على الشاشه التعليمات، وهنزل لكم روابط التعليمات ديت للي حابب ان هو ينزل التعليمات والقوانين اللي بتفسرها التعليمات ديت. اول حاجه زي ما انتم شايفين، في ضوء ما قامت به وزاره الماليه ومصلحه الضرائب المصريه من اطلاق للحزمه الاولى لمبادره التسهيلات الضريبيه، واللي بتهدف بحسب فلسفتها الى اعاده صياغه العلاقه بين المصلحه وكافه المتعاملين معها، وبناء شراكة حقيقية بين أطراف المنظومة الضريبية، وتحسين الصورة الذهنية عن مصلحة الضرائب. وقالت بمجموعة بنود المبادرة مجموعة من الإجراءات التشريعية والتنفيذية على مستوى كافة أنواع الضرائب، دخل ومبيعات وقيمة مضافة ودمغة ورسم تنمية موارد الدولة، واللي بتستهدف وضع معايير واضحة لتحقيق العدالة والشفافية، وبتضع آليات المطلوبة للإجهاز على أكبر قدر من المنازعات الضريبية. وعشان كده مصلحة الضرائب بتنبه على كافة الوحدات التنفيذية بضرورة مراعاة أول حاجة في تطبيق نص المادة 2 من القانون رقم 5 سنة 2025. بيقصد بغير المسجل ضريبيا بالمصلحة الشخص اللي قام بمزاولة نشاط صناعي أو تجاري أو خدمي أو مهني أو ثروة عقارية قبل تاريخ 13/12/2025 تاريخ العمل بهذا القانون، ولم يقم بالتسجيل بمصلحة الضرائب، ولم يتم اتخاذ أي إجراءات في مواجهته من جانب المصلحة. يعني هنا بيفسر الجزئية ديت إن أي حد ما سجلش ضرائب، سواء كان نشاطه صناعي أو تجاري أو خدمي قبل تاريخ العمل بالقانون وما كانش قام بالتسجيل خالص، لا يعد في حكم الإجراءات المتخذة في جانب المصلحة في مواجهة الشخص. فالشخص دوت بتسري عليه أحكام المادة 2 من ذات القانون على غير المسجلين بالمصلحة، وكذا المسجلين بضرائب الدخل من غير وغير المسجلين بضريبة القيمة المضافة، ولم يتم اتخاذ إجراء في مواجهتهم للتسجيل بضريبة القيمة المضافة. نيجي لنص المادة 2 من القانون 5 معانا. نص المادة 2 بتقول لا يجوز أن تتم المحاسبة الضريبية سواء بالنسبة للضريبة على الدخل أو ضريبة القيمة المضافة أو ضريبة الدمغة أو رسم تنمية الموارد المالية للدولة لغير المسجلين بمصلحة الضرائب المصرية عن الفترات الضريبية السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون. وقال لك بقى بالنسبة للجزئية ديت يبقى هنا مش مطالب بأي مبالغ ما قبل التسجيل. نيجي للجزئية التانية معانا اللي هي في تطبيق نص المادة 3 من القانون رقم 5 لسنة 2025. يكون الممول أو المكلف الحق في تقديم الإقرارات الضريبية الأصلية أو المعدلة خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بالقانون، وذلك بالنسبة للفترات من 2020 وحتى آخر فترة انتهى أجل تقديم الإقرار لها قبل تاريخ العمل بهذا القانون. يعني هنا الإقرارات الخاصة ب 2024 هتتقدم في ميعادها عادي خالص، وهتتقدم اللي هو آخرها خاص بشهر 4 ل 2025، وبتنتهي السنة المالية بتاعتها عند 31/12 عند 2024، وبيتقدم آخره نهاية في شهر 4 2025، وملوش اي صلاحيات في ان هو يكون معدل. يعني هنا بنتكلم عن الاقرارات الخاصه بسنه 2020 و21 و22 و23. 24 مش من ضمن الداخل معانا، هو الداخل معانا بس. قال لك بقى وتسري الاستفاده من حكم الماده بعاليه على الاقرارات الاصليه المعدله السابق تقديما عن ذات الفتره بعد المواعيد المقرره بقانون الاجراءات الضريبيه الموحد وقبل 13/2/2025. وبهنا زي ما قلت لكم خرج بره القرار الخاص ب 2024، وان هو اخره في مواعيده الثابته اللي هي في شهر 4 2025، ان انت تقدم الاقرار بتاعك ده اخر حد للمده بتاعتك بالنسبه لاقرار الشركات، وبالنسبه للفردي في 3/2025. قال لك ايه برضو؟ وفي جميع الأحوال لا يجوز الاستفادة من الميزة المقررة بنص المادة 3 سالفة الإشارة حال قيام المصلحة بالبدء في إجراءات الفحص أو اكتشافها لإحدى حالات التهرب الضريبي لأي فترة من الفترات المخاطبة بنص المادة، دون أن يؤثر ذلك على الأحقية في تقديم الإقرارات عن غيرها من
الفترات الضريبية. يعني هنا في جميع الأحوال لو أنت كان في المصلحة قامت بإجراءات فحص أو اكتشاف لإحدى حالات التهرب، ما ينفعش إن أنت تستفيد بالمادة دي، لأن أنت خرجت بره الاستفادة من المادة دي، وما ينفعش إن أنت تقدم إقرار معدل أو إن أنت تدفع الضريبة أو تعدل الإقرار، سواء كنت ماشي في إجراءات الفحص أو تم اكتشاف الإقرار ده في إحدى حالة من حالات التهرب الضريبي. نيجي جزئية تانية في تطبيق حكم بند 2 من المادة 4 من القانون رقم 5 سنة 2020. يقصد بالضريبة واجبة الأداء من واقع آخر اتفاق سابق كل ضريبة تم الموافقة عليها من جانب الممول أو المكلف وفقا لأسس الربط، الاتفاق المباشر بالمأمورية والاتفاق باللجنة الداخلية وقرار لجنة طعن وتوصية لجنة إنهاء المنازعات المعتمدة وحكم المحكمة وقرار لجنة إعادة النظر في الربط النهائي لأي فترة ضريبية سابقة على فترات النزاع. وتكون قيمة الضريبة واجبة السداد موحدة عن أي فترة من فترات النزاع محل طلب الممول أو المكلف بواقع 140% من ضريبة آخر اتفاق. البند 2 من المادة 4 من القانون رقم 5 نجيبها معانا. البند 2 اللي هو يتكلم عن أداء ضريبة تعادل قيمة الضريبة واجبة الأداء من واقع آخر اتفاق سابق على الفترة أو الفترات الضريبية محل النزاع مضافا ليها نسبة 40%. وقال لك إن هي عدم تقديم الإقرار الضريبي عن الفترة أو الفترات الضريبية محل النزاع، وتقديم الإقرار الضريبي عن الفترة أو الفترات الضريبية محل النزاع بدون ضريبة مستحقة، أو تقديم الإقرار الضريبي عن فترة أو فترات محل النزاع منتهيا إلى خسائر ضريبية. نيجي للجزئية الثانية معانا. قال لك بقى في تطبيق نص المادة 4 من القانون رقم 5 سنة 2025 يجوز للممولين أو المكلفين الذين لا يتوافر بشأنهم أي من الحالات الواردة بالبندين 1 و2 من المادة التوصل إلى اتفاق مع المصلحة عن أول فترة ضريبية من فترات النزاع وفقا لأحكام القانون الضريبي، واعتبارها أساسا لتسوية النزاع عن باقي الفترات اللاحقة، وذلك كله بدون الإخلال بالمواعيد المنصوص عليها بالمادة 6 من القانون. يعني قال لك إيه؟ لو مثلا أنت عندك نزاع قبل 2020 اللي هو القانون بتاعنا اللي هو بيتكلم على 2020 وفقا لأحكام القانون الضريبي يعتبر أساس وتم التوصل لاتفاق مصلحة، فده يعتبر أساس لتسوية النزاع اللي هو ما قبل 2020 يعتبر بالنسبة له في 2020 ده يعتبر الأساس لتسوية النزاع عن باقي الفترات اللاحقة دون الإخلال بالمواعيد المنصوص عليها في المادة 6. نيجي عندنا في المادة 6 من القانون. المادة 6 بتتكلم عن الجزئية اللي هو يلتزم الممولون أو المكلفون الراغبون في الاستفادة بالأحكام مادتين 4 و5 بتقديم طلب للمصلحة خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، بيتضمن اسم الممول أو المكلف ورقم التسجيل ورقم الدعوة أو الطعن وأنواع الضرائب وفترات النزاع. فهنا قدامك 3 شهور فقط لا غير. وقال لك برضو يجوز للممول أو المكلف الذي سبق الربط عليه لعدم الطعن عن الفترات الضريبية المنتهية قبل 1/1/2020 بالاستفادة من أحكام المواد 4 و5 و6 و7 من القانون رقم 5 سنة 2020 حال قيامه بالطعن على محضر الحجز عن فترات النزاع المربوط عليها لعدم الطعن. يعني انت لو عندك فترات ضريبيه منتهيه قبل 1/1/2020 بنتكلم مثلا 2019 2018 2017 ممكن ان انت تستفيد من احكام المواد 4 و5 و6 و7 من القانون رقم 5 بس في حاله قيامه بالطعن على محضر الحجز. بيقوم بعمل طعن على محضر الحجز عن الفترات النزاع المربوط عليها لعدم الطعن عشان يبتدي يستفاد من القانون ده في حالة ان هو ما عملش طعن على محضر الحجز. يعني ايه؟ يعني ان هو اتعمل له حجز بنقول حاجة اسمها حجز منقول او حجز على القيمة بتاعته او على قيمة البنوك وتعمل له حجز وهو ما كانش طعن عليه، بيعمل حاجة اسمها محضر حجز عن الفترات النزاع المربوط عليها لعدم الطعن، وبيدخل الجزئية الخاصة بالمواد 4 و5 و6 و7 في القانون ويبدأ الفحص من أول وجديد بناء على المواد دي. وبالنسبة للطعون المنظورة أمام لجان إنهاء المنازعات الضريبية والتي يشتمل نموذج الإخطار بعناصر ربط الضريبة على أكثر من فترة ضريبية بعضها قبل 1/1/2020 والآخر بعدها، بيحق للممول أو المكلف الاستفادة من تطبيق نص المادتين 4 و5 من القانون رقم 5 سنة 2025
عن الفترات ما قبل 1/1/2020 من خلال تقديم طلب تسوية النزاع سالف الإشارة خلال الميعاد القانوني. يعني حضرتك لو في كمان طعون منظورة أمام لجان إنهاء المنازعات وتشتمل على نموذج الإخطار بعناصر ربط الضريبة وبعضها كمان قبل 1/1/2020، بس خد بالك إن إحنا هنا بنتكلم على إن أنت معاك جزء ما بعد 2020 وجزء ما قبل 2020، فأنت من حقك إن أنت تاخد أكتر من فترة ضريبية وتجمع الاتنين مع بعض، وبيحق للممول الاستفادة من تطبيق نص المادتين 4 و5 لو انت عندك الجزئية دي، ان انت في عندك سنين عليها لجان انهاء منازعات ما قبل 2020 وما بعد 2020 ان انت تستفاد بيه بالمواد من ضمن الموضوع ده. والمواد 4 و5 اللي احنا قلنا عليها قبل كده، اللي هي 4 اللي هي الخاصة بالقامة بإجراء فحص تقديري، ان هو بيعمل أداء ضريبة تعادل 30% من قيمة الضريبة المستحقة، او اداء ضريبه تعادل 40% لو عمل زي ما قلنا قبل كده اللي هو عدم تقديم الاقرار الضريبي او تقديم الاقرار الضريبي عن الفتره او الفترات الضريبيه محل النزاع، او تقديم الاقرار الضريبي عن الفتره او الفترات الضريبيه محل النزاع منتهيا الى خسائر ضريبيه. وقال لك هنا بتلتزم المأموريه المختصه باختار لجنه انهاء المنازعات بوقف نظر النزاع عن السنوات محل طلب التسويه، وكذا اختار لجنه الطعن او المحكمه بحسب الاحوال بوقف نظر النزاع لمده جديده، كما تلتزم باختار الجهات سالفة الإشارة بأصل التصالح مع الممول أو المكلف لأعمال شؤونها نحو إصدار التوصية أو القرار بالحكم. قال لك إيه تاني؟ قال لك في تطبيق حكم المادة 7 من القانون رقم 5 سنة 2025 بتسري الاستفادة من التجاوز عن كامل مقابل التأخير على كافة التصرفات التي تمت خلال السنوات الخمس السابقة على تاريخ العمل بالقانون، سواء تم تقديم الشخص بطلب المحاسبة طواعية أو بناء على اختار من المصلحة بشرط قيام الشخص بسداد الضريبة خلال 6 أشهر من تاريخ تقديم الطلب المحاسبة أو خلال 3 أشهر من تاريخ تقديم طلب تسوية المنازعة. نيجي للمادة 7 معانا. المادة 7 بتقول الآتي: للأشخاص الطبيعيين اللي قاموا خلال 5 سنوات السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون بتصرف عقاري أو تصرف أوراق مالية غير مقيدة في بورصة الأوراق المالية ولا يزاول نشاط أخرى خاضعة للضريبة على الدخل، طلب المحاسبة على ضريبة على التصرفات العقارية أو ضريبة الأرباح الرأسمالية على التصرف في الأوراق المالية المشار إليه المستحق على هذا التصرف، ويترتب على سداد الضريبة المستحق خلال 6 أشهر من تاريخ عمل بهذا القانون تجاوز عن 100% من مقابل التأخير. فقال لك هنا إيه؟ قال له التجاوز عن كامل مقابل التأخير على كافة التصرفات اللي تمت خلال السنوات السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون، سواء تقديم بالطلب المحاسبة طواعية أو اختار من المصلحة. وقال لك في تطبيق بقى نص الفقرة الثانية من المادة 7، نص الفقرة الثانية معانا اللي هي كانت بتتكلم على الجزئية الخاصة: وفي جميع الأحوال لا يجوز للمصلحة المحاسبة عن التصرفات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة التي مضى على التصرف فيها 5 سنوات. يعني انت لو حضرتك تعديت ال5 سنوات او ما قبل ال5 سنوات مفيش ضريبة تصرفات عقارية. قال لك بقى في الجزئية دي ايه؟ قال لك في تطبيق نص الفقرة الثانية من المادة 7 من القانون رقم 5 سنة 2025 بيقصد بالتصرفات التي لا يجوز المحاسبة الضريبية عنها التصرفات اللي مضى عليها 5 سنوات والتي لم يتصل علم المصلحة بها أو اتصل علم المصلحة بها ولم تقم باتخاذ أي إجراء قانوني بشأن المطالبة بالضريبة المستحقة عليها. يعني حضرتك لو أنت ما فيش أي إجراء قانوني تم على التصرف العقاري بتاعك ما قبل القانون ده أو ما قبل 5 سنوات، حضرتك التصرف العقاري ده خلاص مش مطالب بإن أنت تدفعه، أو لو كمان ما تمش أي اتخاذ إجراء قانوني. بس لو تم اتخاذ إجراء قانوني من قبل المصلحة حضرتك مطالب بدفع التصرف العقاري بتاعك. قال لك بقى بالنسبة للتصرفات المنصوص عليها بالمادة 7 من القانون رقم 5 لسنة 2025 السابق محاسبتها ضريبيا قبل تاريخ العمل بهذا القانون والتي قام المتصرف بسداد أصل الضريبة دون سداد مقابل التأخير المستحق، بيتم تطبيق أحكام القانون رقم 16 لسنة 2020 حال توافر نطاق تطبيقه، ثم تطبق المادة 45 مقرر. القانون 16 معانا، القانون 16 اللي كان بيتكلم على
ان هو اضاف ماده رقم 110 من قانون ضريبه الدخل الصادر بقانون 91 سنه 2005، اللي هي لو قامت المصلحه بتعديل الاقرار الضريبي للممول بعد مضي السنوات الثلاث الاولى من تاريخ انتهاء المده المحدده لتقديمه، لا يجوز لها حساب مقابل التاخير عن الفتره التاليه لانتهاء مده السنوات الثلاث المشار اليه، حتى تاريخ اختار الممول بهذا التعديل، ويجدد حساب مقابل التاخير بعد هذا الاختار. وفي حالة الطعن على قرار المصلحة بتعديل الإقرار يجب إعادة حساب مقابل التأخير لما يتم الاتفاق عليه بين الممول والمصلحة طبقا لما يكشف عنه قرار اللجنة، ويعفى الممول من أداء 30% من مقابل التأخير عن الضريبة غير المسددة. طيب قال لك هنا إيه بقى في الجزئية ديت؟ قال لك بيتم تطبيق هنا القانون اللي هو 16 لسنة 2020، وكمان معاه اللي هو القانون رقم 7 لسنة 2025. هنيجي هنا للقانون رقم 7. القانون رقم 7 اللي هو ضاف المادة 45 مقرر، اللي قال لك لا يجوز أن يتجاوز مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية نسبة 100% من أصل الضريبة المستحق عليها مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية. فهنا هيتم استخدام رقم 16 لسنة 2020، وكمان ما يتجاوزش الضريبة الإضافية اللي هو 100% من أصل الضريبة اللي احنا بنتكلم عليها، اللي هو مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية، لا يتجاوز 100% من أصل الضريبة. الجزئية الأخيرة معانا قال لك في تطبيق نص المادة 45 مقرر من قانون الإجراءات الضريبية الموحد المضاف بالقانون رقم 7 سنة 2025 يتم تطبيق الحد الأقصى لاحتساب مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية على كافة الفترات الضريبية سواء السابقة على القانون أو التالية على تاريخ العمل به، وتكون الاستفادة من نص المادة من خلال قيام الوحدات المختصة بالمصلحة بإعداد تسوية جديدة تتضمن احتساب مقابل التأخير. يعني هنا بيقول لك ان هو يعيد احتساب مقابل التأخير تاني بناء على المادة 45 مقرر من القانون رقم 7 سنة 2025، إلا على أساسه إن احنا قلنا لا يتجاوز الضريبة الإضافية ولا مقابل التأخير 100% من أصل الضريبة. وبكده دي كانت التعليمات التنفيذية رقم 17 لسنة 2025، وإن شاء الله هنتابع معاكم الجديد أول بأول بإذن الله. ولو في أي سؤال أو في أي تعليقات هتلاقوني معاكم دايما معاكم إن شاء الله. السلام عليكم.